10 جنيه. البنك المركزي الشهيرة بالعشرة البصل، إصدار الستينات، الشهيرة بالعشرة البصل، 10 البصل اللي هي دي. ودي إصدار سنة 65، إصدار سنة 65. البنك المركزي، وادي الظهر بتاعها اهو. إصدار سنة 60، البنك المركزي. هنتكلم بقى عن سعرها. طبعا الحالة اللي قدامك حالة أقل من المتوسطة، أقل من المتوسطة. تعمل كام بقى اللي أقل من المتوسطة دي؟ تعمل 100 جنيه أو 90 جنيه. 90 جنيه، 100 جنيه، من 90 ل100 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 250 جنيه. 250 جنيه الحالة الزيرو. يعني ايه الحالة الزيرو؟ يعني الحالة اللي ما اتلمستش، يعني ما اتلمستش، بتعمل 250 جنيه. حالة متوسطة بتعمل 120 جنيه، 130 جنيه، في الحدود دي. متقطعة بقى عليها كتابة سعرها بينزل، سعرها ينزل. يعني لو فيها قطع أو متنية أو مش شخبط عليها بقلم، الحاجات دي كلها بتنزل من سعرها. دايما العملة اللي هي حالتها زيرو هي اللي بتجيب فلوس، هي اللي بتجيب فلوس. الحالات اللي متشخبط عليها أو متقطعة أو الكلام ده كله ما بتعملش سعر. ده كان سعر ال10 جنيه اللي هي قدامك، وقلنا دي تعمل 100 جنيه، 90 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 250 جنيه. الحالة المتوسطة بتعمل 120 جنيه، 120 جنيه. متقطعة الكلام ده كله بينزل سعرها، توصل ل50 جنيه، 40 جنيه، على حسب بقى ايه الحالة بتاعتها. وممكن ما تعملش سعر لو فيها قطع كبير او الكلام ده كله، ما تعملش سعر. اماكن بيع العمولات القديمة هي جروبات الفيسبوك، اماكن البيع والشراء. اللي عاوز يبيع اي عملة قديمة معاه، البيع على جروبات الفيسبوك، البيع على جروبات الفيسبوك. اللي عاوز يشتري عمولات قديمة برضو، الشراء من على جروبات الفيسبوك، الشراء والبيع على جروبات الفيسبوك. متنساش تدعمنا باللايك والمتابعة عشان تشوف كل جديد في أسعار العمولات المصرية القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله.